بدل الطريقه طريقتين، نبداوا بالطريقه واحفظ باللي انت عايزه. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اول طريقه، بس ما تضحكش، اوعى تضحك. بص يا باشا، بص الراجل بيقول لك ايه: بصب كم اخ حقر هن زف بالذهب. بص كده: بصب كم اخ حقر هنزف بالذهب. مش فاهم حاجه ولا انا، تعالى نفهمه مع بعضينا بس لما نحفظوا الجمله بتاعتنا تاني. بيقولوا ايه؟ بصب، عشان كانك بص بتقول انا بص كم، بس انت بتزود بكلمه بص ب، يبقى بصب كم اخ حقر هنزف بالذهب. كانك بتسمع توك توك كده، توك توك معدي من قدامك، انت ما بتسمعش الحاجات دي. شهر رمضان داخل، انت سمعت الحاجات دي؟ كان توك توك معدي قدامك ومشغل كلام انت ما انتش فاهمه، زي ما احنا متعودين. الكلام اللي هو انت ما انتش فاهمه ده بيقول ايه؟ بصب كم اخ حقر هنزف بالذهب، بصب كم اخ حقر هنزف بالذهب، بصب كم اخ حقر هنزف بالذهب. يعني ايه الشعوذه ده يا ابو حميد؟ قلت له والله هي شكلها شعوذه بصحيح. بص يا صديقي، بصب الب والصاد والب، الب هنا بتعبر عن البوتاسيوم، والصاد صوديوم، والب باريوم، كم كالسيوم مغنيسيوم، اخ الومنيوم خرسين، حقر حديد، قصدير رصاص. حقر ح حديد، القاف قصدير، والراء رصاص. هنزف ه هيدروجين، نون هن نحاس، زي عمك الحاج اللي اسمه زئبق. فضة بالذهب، البه عندي بلاتين والذهب ذهب. يا عم جميل جدا، دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية، بص الطريقة الثانية يا أبو حميد بيقول لك إيه: كنبة كمج ألمونيوم، كنبة كمج الألمونيوم. واحد اسمه زنفي سناب، زنفي سناب هكح جراح جاي الأبطي. والله يا ابني الله عليا. بص: كنبة كمج الألمونيوم، زنفي سناب هكح أبطي. الكنبة اللي احنا بنقعد عليها كمج، عليها مج ألمونيوم، الألمونيوم. الولد اللي اسمه زنفي سناب ساب الكنبة يالا وعمل ايه؟ هكح جراح كاحية وجاي الايه؟ أبطي. تعالى نفهمه سوا. الكي معناها بوتاسيوم، صوديوم، باريوم، كالسيوم، مغنيسيوم، ألمونيوم. زين دي عبارة عن ايه؟ خرسين، حديد، قصدير، رصاص، هيدروجين ونحاس. قال لك عمك الحاج اللي اسمه الزئبق والفضه والبلاتين والذهب. يبقى انا عندي طريقتين احفظ بيهم المتسلسله النشاط الكيميائي. ابو حميد قال لي عليهم: احفظ بالطريقه اللي تريحك يا صديقي. الطريقه الاولى الراجل بيقول لك بصب، بص بقى هو كله كلام ايه؟ اعتبره كلام مش مفهوم. توك توك معدي بشغل بصب كم اخ حقر هنزف بالذهب، وتوك توك تاني بيرد عليه: كنبه كمج الالومنيوم زين في